السلام عليكم. رجعت المدرسة ويا ريتها ما راجعت، لأن من رجعت المدرسة بهاي السنة رجعت من دون الحذوفات، يعني الحذوفات اللي لغت هاي السنة. شنو السبب؟ الحذوفات وهذا الشيء ما يختلف على الاثنين، واحدة من أكثر الأشياء اللي فادت الطالب، وخصوصا إنه الطالب تعود عليها، يعني أي طالب ينجح مثلا من الثاني متوسط للثالث متوسط، أول سؤال يسأله الثالث متوسط بيه حذوفات لو لا؟ إذا قالوا له إيه، هنا وضع يكون تمام، قالوا له لا، هنا المعنويات راح تنزل. نرجع لهذا السؤال، ليش هاي السنة لغوا بها الحذوفات؟ راح اشرح لكم اياها بشكل جدا بسيط. اكو لجنه بوزاره التربيه مسؤوله عن الكتب والمناهج من الاول المتوسط لحد السادس اعدادي، شكو موضوع موجود بكل الكتب من الاول المتوسط للسادس اعدادي هاي اللجنه تعرف به. ففكره الحذوفات قبل 4 سنين من طلعت؟ الفكره ببساطه انه هاي اللجنه اللي تعرف كل المواضيع اللي موجوده بالكتب اجوا وشافوا كل المواضيع. مثلا راحوا الكتب الثاني متوسط، شافوا المواضيع اللي موجوده بالثاني متوسط، هاي المواضيع اذا شافوها متكرره بالمستقبل، يعني متكرره بالرابع وبالخامس، هاي المواضيع تبقى، لان يقول لك هاي المواضيع اللي راح ياخذها الطالب هسه بالثاني متوسط نفسها راح تنعاد عليه من يوصل للرابع وللخامس، فحتى يصير اكو رابط بين المراحل لازم ياخذها بالثاني متوسط. نفس الحاله بالضبط ويا كتب باقي المراحل، يعني هم يجون يشوفون الثاني متوسط يشوفون مواضيع الثالث الها ربط بالخامس وبالسادس، اذا اكو ربط يخلون المواضيع، واذا مواضيع ما الها الربط هنا تصير فكره الحذوفات، لان هذول المواضيع ما الها الربط وما الهن داعي انه الطالب ياخذهن. فهاي المواضيع اللي ما الها داعي واللي انحذفت خلال كل السنوات السابقه، ليش ارجع ادرسها من جديد؟ شنو الفائده؟ ليش لغيت الحذوفات عن هاي السنة؟ هذا الموضوع مال الحذوفات صار له تقريبا 4 سنوات نفسه متكرر، يعني كل ما تنجح من سنة لسنة راح تلقى الحذوفات باقية، فهنا راح يجي ببالك أكثر من سؤال. الحذوفات أثرت على الطلاب اللي أخذوها قبل، يعني قبل 4 سنوات الطلاب اللي كان عندهم حذوفات تأثروا، معدلاتهم قلوا، ما طلعوا إعفاء، درجاتهم كانت ضعيفة؟ بكل بساطة لا، لأن طلاب العام أكثر الطلاب مطلعين إعفاء عام، ومعدلات طلاب السادس العام كانت كلش عالية، فالحذوفات ما أثرت على الطالب بشيء، بالعكس واحدة من أكثر الأشياء اللي ساعدته. المشكلة إنه القرارات صار ما أدري شلونها. أول شيء لغة الكورسات اللي تقريبا نسبة النجاح بها أعلى من الفصلي، لغة الحذوفات، اللغة الانتساب، اللغة الدور الثالث. احسن قرار نزل خلال السنوات السابقه انه هم رجعوا الاحفاء العام، قرار الاحفاء وان هم رجعوا الاحفاء العام، تقريبا هذا اكثر قرار مهم واكثر قرار ناجح كان لوزاره التربيه. ليش قلت عن الاحفاء قرار ناجح؟ لان يصب بمصلحه الطالب. هاي القرارات اللي تفيد الطالب، مو انه الغي الحذوفات او اخلي لهم كتب جديده. يعني مثلا كتاب علم الارض للرابع، هذا له داعي؟ لا والله ما له داعي. كتاب الاقتصاد للخامس له داعي؟ لا والله ما له داعي. وطبعا اكيد هاي من غير الكرديه والحاسوب، لان اكو فرق بين مدرسه ومدرسه، اكو مدرسه تاخذ كرديه وحاسوب، اكو مدرسه لا ما تاخذهم. واذا انت كنت بمدارس المتميزين المتفوقين، هنا انت راح تدرس لغه فرنسيه، يعني هم انضافت لك ماده جديده وزايده. ايش طلعت هاي؟ فاذا تفكرون بيها الطالب مستفاد من جهه، لان المواضيع عنده محذوفه، من يريد يقرا كتاب اذا وصل لموضوع محذوف هنا يتركه، فراح يصير عنده اختصار للوقت. هاي استفاده الطالب من جهه. الطرف الثاني اللي مستفاد اللي هم المدرسين، لان خلينا نقول انه منا نصف السنه هذا المدرس لازم يخلص هذين المواضيع، من بدايه المدرسه لحد نصف السنه لازم يخلص هاي المواضيع المحدوده. فانت من تجي تقول له انه هذين المواضيع عندك محذوفات، هنا المدرس راح يستفاد، لان ما راح يكون مجبور ينطي كل هذا المنهج خلال هاي الفتره. قبل لا انهي الفيديو اكتبوا لي شنو المواضيع او الاشياء اللي تردون احكي عنها بالايام الجايه، يعني تردون موضوع عن الاعفاء، عن تنظيم الوقت، اي سؤال ببالك او اي قرار ما فاهمه انت اكتب لي بالتعليقات، خلنا نسوي عليه حلقه ان شاء الله بالايام الجايه. كل التوفيق ان شاء الله، لا تنسوا تشتركوا بالقناه، اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني.